أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سوق الأخبار. حلقة النهاردة كلها روحانيات، حلقة النهاردة كلها خير. مش هطول على حضرتكم، معانا فضيلة الشيخ محمد أحمد عطية حسان، إمام وخطيب مسجد البهادي بقرية بهادة التابع لإدارة الأوقاف بالأوقاف الخيرية التابعة لأوقاف الأيوبية، والحاصل على جائزة على مستوى الجمهورية المركز الثاني لمسابقة الخرافي وسؤال الفريق. أهلا بك. أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين في كل مكان. أهلا بك. أهلا بحضرتك. فيديو النهارده بما ان حضرتك معانا كله روحانيات. نعم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن العلاقات الانسانيه كمان. حاجات كتير قوي هنتكلم عنها. منها او اهم شيء هنتكلم عنها الرحمه. كتير نعم. جدا وفي كلمه سمعتها مؤخرا ان الرحمه انتزعت من القلوب البشريه. مؤخرا بسبب الحروب العالميه، المجازر اللي بنشوفها على مستوى العالم، العلاقات الانسانيه بين الناس وبعضها، حتى لو الاهل وصلة الارحام، مستوى كوره، مستوى مدن، يعني الموضوع كبير. نعم. نعم. أنا عاوزة أتكلم عن الرحمة، الشق بتاعها في الدين الإسلامي عندنا. والدين الإسلامي كان بيتعامل مع الكل، يعني الرحمة كان ما كانش مجزأة على الشق الإسلامي أو المسلمين فقط، ولكن كان على مختلف الأديان، السماوية والغير السماوية. نعم. يعني مختلف الأديان. نعم. كلمني يا فندم عن الرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فقال في محكم التنزيل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة. فالرحمة عظيمة عظمها الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى الرحمة 100 جزء، فأنزل واحدة في الأرض وأمسك عنده 99 رحمة. فمن هذا الجزء الذي أنزله في الأرض يتراحم الناس مع بعضهم البعض، حتى أن الدابة تضع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. إذا أردنا أن نتكلم عن العلاقات الإنسانية والرحمة بشكل عام، فتعالوا أعزائي المشاهدين لنتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للبشر مع غير المسلمين. ولا أقول شيئا إلا بعدما أسمع الصلاة على رسول الله من الذين يشاهدون وسيسمعون ما أقول. نبيكم صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله بن أبي سرح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه، فجاء معه عثمان بن عفان وقال له: بايعه يا رسول الله. فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لكي يبايعه، فقال عثمان بن عفان مرة أخرى: بايعه يا رسول الله. فلم يمد النبي يده حتى في المرة الثالثة، إلى أن بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف عثمان بن عفان هو والرجل، فقال للصحابة: هلا رأيتموني لم أبايعه؟ والنبي أهدر دمه. فقالوا: يا رسول الله، لو أومأت إلينا، لو أديتنا إشارة، هلا أشرت إلينا بإشارة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. انظروا، ها هي الرحمة. ومع أن النبي أهدر دمه لكن النبي بايعه. نبيكم صلى الله عليه وسلم مع سمامة بن أسال، وكنت قد ذكرتها مرارا وتكرارا في خطب الجمعة، وأذكرها للذين لم يسمعها. لما أخذته عير للنبي صلى الله عليه وسلم وربطوه في أعمدة مسجد رسول الله، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما عندك يا سمامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسمامة: ما عندك يا سمامة؟ فقال سمامة بن أسال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن أردت المال جمعت لك المال. شوفي حديث النبي مع الرجل،
والنبي يكرر عليه، وتركه يوما ثم يومين وكل يوم يكرر عليه: ما عندك يا سمامة؟ يقول: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تركتني صنعت جميلك، وإن أردت المال جئتك بالمال. حتى جاء في اليوم الأخير وقال لهم النبي: فكوا وثاقه. ففكوا وثاقه، فذهب سمامة فاغتسل وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، الآن وجهك أحب الوجوه إلي. يا رسول الله، لقد كان دينك أبغض الدين إلي، فالآن دينك أحب الدين إلي. يا رسول الله، لقد كانت بلدك أبغض البلاد إلي، فالآن بلدك أحب البلاد إلي. ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب الرحمة. إنها الرحمة. ألم أكن لكم عنه في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل قيل له: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. لما نزل جبريل ومعه ملك الجبال بعدما آذته قريش، وقال له ملك الجبال: مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي إلى آخر الدعاء، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وملك الجبال، يقول: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقال له جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. طيب، إذا كانت دي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، مع الكافر، زمان الله ينور على حضرتك، فما بالنا نحن أمة الإسلام برحمة النبي بنا؟ عشان وفيما بعضنا كمان يقولون شيء. أنا جاي لك أهو، أنا جاي لك أهو. النبي بيعلمنا الرحمة إزاي؟ بيعلمنا الرحمة إزاي؟ أنا هذكر لك قصة بس بعد ما نسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تعالى، ذكر أمته وتلا قول الله تعالى: ربي، على لسان إبراهيم: ربي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وعلى لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وبكى. فقال ربنا تبارك وتعالى لجبريل وهو أعلم: انزل إلى محمد وسله ما الذي يبكي. فنزل إليه جبريل وقال له: السلام يقرئك السلام ويسألك ما الذي يبكيك. فقال: ذكرته يا جبريل أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى ربنا تبارك وتعالى وقال له: يا رب، ذكر أمته فبكى. فقال له ربنا تبارك وتعالى وقال له: انزل إليه وقل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنها رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف التعامل النبوي مع حتى العصاة. ما كانش بيزجر، ما كانش بيضرب، لا، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لقد كان سهلا لينا صلى الله عليه وسلم. جاله شاب مرة يستأذنه في الزنا وقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فغضب الصحابة وغضب عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. والنبي يهدئهم ويأتي بالشاب ويقول: أترضاه لأمك؟ يقول: لا. أترضاه لأختك؟ يقول: لا. أترضاه لعمتك؟ يقول: لا. أترضاه لخالتك؟ أترضاه لزوجتك؟ كذا الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدر هذا الشاب ومسح من على صدره الذنب. ليه؟ بالرحمة. احنا فين يا إخوة الرحمة بينا؟ فين الرحمة بينا؟ فين لما يجي إنسان فعل الذنوب لشيخ أو أيا ما يقول له: أنا عملت ذنب كذا، ويقول له: أنت مبتدع، أو أنت كذا، أو أنت كذا. وأين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، إذا كانت رحمة النبي مع العصاة، رحمة